اهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدا الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين بتوعنا انهم يعملوا لايك للفيديو ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا مش هننسى نصلي على النبي. ومش حابب اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نبدا الفيديو الجامد بتاعنا. مسلسلنا بيدور حوالين شاب حياته بتنتهي، بس القدر بيديله فرصه انه يعيش حياه في عالم تاني، ويبقى معاه انه الفرصه يختار الحاجه اللي يقدر يعيش عليها، بس هو بيصدم الجميع باختياره. قصتنا بتبدأ مع واحد اسمه هيروكو لما كان نايم وبيحلم بحلم قديم، وبيخرج بيلاقي الخدامة ما جهزتش الفطار لأنه صحي بدري جدا عن ميعاد صحيانه. وبعد كده بتظهر واحدة من حراس المراقبة الجوية للغابة، وبتاخد بالها إن هيروكو سرحان، فبتسأله مالك، وبيقول لها إنه كان بيحلم بذكرى قديمة قوي من وقت طويل. وبنشوف إن المكان اللي هم عايشين فيه بيكون في الغابة، بس بيكون عليه حراسة وكلهم بيزرعوا فيه، وبيكونوا كلهم أكواخ مصنوعة من الخشب ومبنية بتراث هندسي جميل، وبيكون مكان هادي وجميل قوي، وكل اللي عايشين فيه بيحبوا بعض. وبعدها بنروح لوقت قديم، واحد بيكلم هيروكو من كرة ملتهبة، وبيقول له هيروكو انت عشت في العالم ده 39 سنة وبتكون ميت دلوقتي، وحياتك كانت صعبة كلها، وتعرضت لخيانة والمرض موتك في الآخر. وبيقرر الشخص ده يديله فرصة تانية، وقرر انه يديله جسم صحي قوي، وبيكون الشخص ده حاسس ان هو السبب في اللي حصل لهيروكو، وبسبب كده بيديله فرصة جديدة تعويض عن تقصيره، وبيسأله لو عايز أي حاجة يحققها له عشان يعيش حياة أحسن. وهيروكو قال له إنه عايز يعيش حياة مزارع، والشخص بيستغرب من كلامه، وهيروكو بيرد عليه وبيقول له إنه لما كان نايم في المستشفى شاف إعلان في التلفزيون، وكان في إعلان حد بيزرع الأرض، وقال له إنه ما كانش اجتماعي في حياته، عشان كده هيقدر يكون في مكان يقدر يعيش فيه بهدوء وسلام. بس الشخص بيقول له إن الزراعة مش اختصاصه، وهو بس مش متخصص في السحر والقوة العظمى، وإنه هيكلم عظيم الزراعة عشان يستأذن منه. ولما بيكلمه بيوافق فعلا، وبيقول له إنه هيديله حياة جديدة وجسم قوي، وبينهي كلامه إنه يحاول يعيش حياة سعيدة. وبيصحى هيروكو وهو نايم على الأرض في الغابة، وبيبدأ يستوعب الواقع الجديد، وبيبقى مبهور إنه قادر يتحرك بعد المرض اللي في حياته الأولى، وبيفكر هيعمل إيه في المكان ده اللي كله أشجار. وبيبدأ يستخدم قدرة أداة الزراعة اللي الشخص اداهاله، وبتظهر في إيده أدوات الزراعة اللي هتساعده يعمر الغابة. وبيستكشف الغابة وبيحاول يسمع صوت المية عشان يبقى قريب منها، بس مش بيعرف يوصل للصوت، وبيحس إن في كائنات حواليه، وبيقول إن لازم يلاقي مكان آمن يفضل فيه دايما. ويفضل يدور لحد ما بيلاقي شجرة كبيرة قوي، وبيقول إنها علامة حلوة للمكان، وبيبدأ يجمع المواد اللي هيحتاجها، وطبعا أولهم المية. ولما عرف إنه مش هيعرف يلاقي المية، قرر إنه يحفر حفرة في الأرض لحد ما يوصل للمية اللي في بطن الأرض، وفضل يحفر لحد ما وصل للمياه الجوفية. وبعد كده بيقرر يعمل قطعة أرض للزراعة، بس بيلاقي مشكلة، وهي وجود شجرة في نص طريقه. واستخدم قدراته في إنه يلاقي أداة تساعده، بس بيتفاجئ إن الأدوات دي بتقدر تقطع الشجرة بخبطة واحدة، وكان مبهور من قوته الكبيرة. وبيبدأ يستخدم خشب الأشجار في إنه يعمل أكواخ يعيش فيها، بس بيعرف إن الشمس قربت تغيب والوقت عدى، وهو لسه ملقاش مكان ينام فيه ولا حتى نور عشان ينور له بالليل. وحاول إنه يستخدم قوته عشان تجيب له مصباح أو نار، بس منفعش. وفكر بسرعة لحد ما عرف عن طريق قوته إنه يجيب عدسة مكبرة، وده عشان يعرف يعمل نار، بس الشمس غابت من غير ما يعرف يعمل أي نار. وفضل طول الليل قاعد في كهف صغير، بس كان في نور بسبب إن الكوكب اللي عايش فيه قمرين مش قمر واحد. وبيقول لنفسه إنه اتنقل في عالم تاني غير اللي كان في حياته القديمة. وتاني يوم لما الشمس طلعت بدأ يولع النار بالعدسة، وبعد كده بدأ ينظف المكان من الأشجار. وفي الوقت ده بيهجم عليه أرنب ليه أنياب، وبسرعة ضربه وقتله، وكمان هياكله، وشكله كان جعان فعلا. وبعدها بدأ يجهز الأرض عشان يزرعها، وبدأ يفكر في الأكل اللي ممكن يفضل فترة طويلة بعد ما يحصده من غير ما يبوظ، بس بيفتكر إنه مش معاه بذور أساسا. بس تاني يوم لما صحي لقى إن الأرض بدأت تنبت أنواع من الخضار، وفهم إن العالم ده ممكن يزرع فيه من غير بذور، وبدأ يهتم بالزرع ويحط له مية، وبسبب المية بدأ يكبر بشكل كبير. وبدأ يفكر يحمي المزرعة بتاعته إزاي من الأرانب المتوحشة، وعمل خشب من الأشجار سياج حاصر بيه المزرعة، وبعد السياج عمل خندق عشان محدش يعرف يدخل مزرعته. وبعد تعب طول اليوم قدر إنه يعمل أول كوخ في المزرعة. وفي يوم بيشوف كلبين بره المزرعة بتاعته وقرب منه، وحس إنهم مش هيأذوه،
قرر يدخلهم ويوكلهم لحن الخنازير اللي اصطادوا. ولما هجم عليه اكتشف ان في واحدة منهم حامل، ودخلها الكوخ وولع لها نار قدامها، والنار دي عشان لو في خنزير هجم عليها لما تولد. والصبح راح يشوف لقى النار مطفية، فدخل لقى 4 كلاب صغيرين بيرضعوا من امهم، وبقى سعيد قوي وجاب لهم لحمة تاني. وكان فاكر انهم هيمشوا بعد ما تولد، بس هم فضلوا موجودين معاه في المزرعة، وساب لهم الكوخ بتاعه وبنى لنفسه واحد تاني اكبر. ولما جه وقت حصاد المحصول بدأ يحصد الطماطم ويأكل الكلاب معاه، وكمان بيسمي كل كلب باسم. ولما بدأت المحاصيل تكون كتيرة قرر انه لازم يعمل كوخ يخزن فيه. وبعدها بنروح لقرية جنب الغابة، وبيتكلموا عن الغابة وبيقولوا ان اسمها غابة الموت لان فيها كائنات غريبة جدا، وعشان كده بيبقى في حراس بتحميهم من الكائنات دي. وبيظهر الشخص اللي شفناه في الاول بيراقب هوراكو، وبيقول انه اذنب تاني ونزله في عالم غير اللي المفروض يروحوا، وانه دلوقتي قاعد لوحده في غابة الموت مع الكائنات الغريبة، وان دي مش حياة سعيدة، ده عقاب. وبيقول انه يحاول يساعده بس مش عارف ان المساعدة مخالفة للشروط. ودلوقتي بيكون هيراكو سعيد وبيشكر ربنا وبيكون مبسوط بالحياة البسيطة دي. وبعدها بياخد الكلاب وبيروح يستكشف الغابة لحد ما النهار بيوصل، وبيبقى مبسوط انه هيكتشف مصدر قوي للمية، بس كل مشكلته ان بعيد عن مزرعته ب30 دقيقة. وهنا قرر يعمل طريق من النهر للمزرعة، وبدأ يزرع حوالين المزرعة، وبدأ يزرع قمح وقصب وحاجات كتير تانية. واكتشف ان اللي بيبقى عايزه يزرعه بيطلع لوحده. وبدأ يحس برضه في الجو، وفكر انه لازم يستعد للشتاء لانه لسه مش عارف هو هيعاني ازاي في الشتاء، وكان لازم يلاقي هدوم تقيلة وجديدة للشتاء. وبيظهر له عنكبوت عملاق وبيقدر يعمل بخياطه قطع قماش صغيرة، ورباها هيراكو في شجرة عملاقة عنده، وكان طعمه المفضل البطاطس. والعنكبوت بدأ يعمل له هدوم جديدة وبطاطين وستاير تمنع الهواء. والعنكبوت بقى حيوانه الأليف وسماه زيتون. والشتاء بيجي والتلج بيكون مغطي كل حتة، وبتدخل زيتون في ثبات عميق وبتنام مع الكلاب في الكوخ الصغيرة. وهراكو بيقعد يفكر انه حاسس بالوحدة عشان مش بيتكلم مع حد بقاله فترة، وانه ممكن ينسى طريقة الكلام اصلا. والشتاء خلصت والتلج داب، وكانت طبعا الكلاب كبرت وخرجت للغابة، بس رجعوا كأنهم في خناقة ومعاهم كلاب تانية، وفاهم انهم كانوا بيدوروا على شركاء لحياتهم. وزيتون ظهر ومعاه عناكب صغيرة، وهراكو كان فرحان ليهم بس كان غيران منهم عشان هو مش عنده عيلة زيهم. بس هو اهتم انه يزرع محاصيل اكتر عشان بقى في كلاب وعناكب كتير ومحتاجين ياكلوا. وهراكو كان شغال في المزرعة ولقى زيتون بيدق جرس الخطر، والكلاب بتنبح، والكلب خدوا المكان الخطأ. وبتطلع بنت صغيرة خايفة من الكلاب اللي حواليه، قالت له أرجوك ساعدني، ولما قرب منها عضته من كتفه واتحولت ورجعت ليها هدومها. بس الكلاب لما شافوها بتعمل كده هجموا عليها تاني، وبدأت تترجاه يبعدهم عنه، وبترجع لشكلها القديم. وهراكو بيفهم إنها كانت مضطرة تشرب دمه عشان تستعيد قوتها تاني، وقرر إنه يخليها تشرب دمه تاني عشان ترجع هيئتها الأساسية. وبياخدها معاه المزرعة، وبتبقى مبهورة ومش مصدقة إن في مكان زي ده في الغابة، وما كانتش تعرف المحاصيل المزروعة ومنها الطماطم اللي كانت أول مرة تشوفها. وبيفهم هيراكو إن ما كانش فيه طماطم في العالم ده، وبيقطع لها واحدة وبيخليها تدوقها، وفضلت طول اليوم تدوق في كل المحاصيل. وبالليل بتروح معاه للكوخ وبتكون بتكتب على حاجة غريبة، وهيراكو أكيد بيقول في سحر موجود في العالم ده، وعرف إن اسمها لولو وإنها مصاص الدماء، وكمان عرف إنها بتعمل أبحاث عن أنواع الخضروات. عشان كده جت الغابة لوحدها، وإن في ناس بيجروا وراها عشان يسرقوا البحث ده، وهي هربانة منهم. وعرف منها عن سمعة الغابة اللي هو عايش فيها، وبتقوله إنها مستغربة إنه عرف يخلي الوحوش دي تعيش معاه في سلام. ولما قررت تمشي طلب منها إنها تفضل معاه عشان ما يبقاش لوحده، وهي قالت له إنها موافقة تعيش معاه لأنها ما عندهاش مكان تروحه أساسا. وفهمت من كلامه إنها عايزة تفضل معاه للأبد، وقالت له ده عرض للجواز. فرد عليها وقال لها أيوة، وإنهم يقدروا يتعرفوا على بعض أكتر وهم مع بعض في المزرعة. وتاني يوم بيبدأ يعرفها بكل اللي موجود في المزرعة، وإنه قرر إنه يزرع البطاطا الحلوة. واتفاجئت إنه بيقدر يزرع من غير بذور، وده طبعا بسبب قوته. وعرفها على الكلاب والعناكب وعددهم، وكمان عرفها على أساميهم. وبيجي تاني يوم وبيحضر هيراكو الأكل، وهما الاتنين بياكلوا سوا، بس بيكون مش موجود في الأكل ملح لأنه مش عارف يوصل لأي ملح في الغابة. ولما سألته قال لها إنه مش عارف طريق للملح، بس هي صدمته لما قالت له الطبقة اللي في الأرض كلها ملح. وبعدها سألته عن اللي هيعمله النهاردة، بيقول لها إنه كان مخطط إنه
إنه يراقب أشجار الفاكهة ويعرف إن الأشجار بتاخد وقت أطول في النمو، غير كمان الخضروات، وإنه زرع خوخ وبرتقال وبتقوله إنها مستنية الشجر يطول عشان تاكل منه. وبعد كده بيقعدوا يشربوا الشاي وبيسمعوا صوت العنكبوت وهو بيدق جرس الخطر، وبيخرجوا بسرعة بيلاقوا بنت مربوطة في الشجرة وحواليها الكلاب وفكها، لكن البنت دي طلعت تعرف لولو وبتقول لها انت كنت هربانة هنا وبتحاول تمسكها، بس الكلاب هجموا عليها تاني. وبعد كده بياخدها هيراكو للكوخ وبيعرف ان اسمها تيا وانها من عرق النبلاء، وعارفة لولو اللي من عرق مصاصين الدماء، وبيسألها هيراكو هي كانت ليه عايزة تمسك لولو، فبتقول لها انها السبب في مشاكل كتير في المدينة، وطبعا ده بسبب تجاربها في صناعة الأدوية، وحطوا مكافأة على اللي هيمسك لولو، وقالت لها ان التفجير كان مجرد حادثة. وتيا بتقول لها مهما كان بس ده تسبب في قتل أحد النبلاء في المدينة. ولما بتسأل تيا عن هيراكو بترد لولو بكسوف انه جوزها، وبعدها بتعرض انها تعيش معاه، وعرضت عليها انها تفرجها على المزرعة وبتفرجها على الخضار المزروع واشكاله وانواعه، وبتعرفها على اسمها كمان. بس لما شافت زيتون اول مرة اغمى عليها، وفي نفس اليوم هيراكو بيقول لها انه جه وقت الحصاد، وقرروا يساعدوه وبدأوا بالقرنبيط وحطوا عليه ملح وكلوه. وتيا بتقول ان طعمه حلو قوي، وداقت الفراولة وكانت مبهورة جدا بيها، وبتمشي في المزرعة وشافت الكلاب الصغيرة وولاد الكلاب. وهيراكو بيقول انه سلالة الكلاب كبرت بسرعة، وانه عايز يعمل لهم مكان جنبه عشان يستقروا فيه، عشان الكوخ بقى ضيق عليهم، وبنى ليهم كوخ شبه اسطبل الأحصنة. وتيا بتكون مرعوبة من الكلاب جدا. وبعد كده تيا بتقرر تمشي بس هترجع تاني يوم، وبعدين طارت بعيد عن المزرعة، وبعد كده رجعت ومعاها مجموعة من الجن وبدأوا يعرفوا نفسهم. وتيا قالت له انهم عايزين يفضلوا موجودين هنا في المزرعة لانهم مروا بظروف صعبة واغلبهم جنسهم اتقتلوا من 200 سنة، وده بسبب حرب البشر، وبدأوا على مكان عشان يستقروا فيه، وانهم ممكن يساعدوه في اعمال الزراعة، وده كويس ليه عشان يوسع المزرعة. ولولو بتقوله ان من وجهة نظرها موافقة، وهيراكو بيعرف ان سنهم ما بين ال 300 وال 400 سنة، بس في النهاية بيوافق. ولما سألوه مين اللي عايش معاهم في المزرعة، لولو بتوريهم الكلاب وبتوريهم زيتون، وساعتها اغمى عليهم كلهم من الخوف. وهيراكو بيفكر ازاي هيلاقي ليهم مكان يناموا فيه، وبدأ يعمل ليهم منزل كبير، وبدأوا يساعدوه. كانوا مبهورين من قوته انه يقدر يقطع شجرة عملاقة في لحظة، وبعد 10 أيام قدر انه يعمل بيت عملاق، وفي جوانب البيت في مخازن لحفظ الأطعمة، وكان مبسوط لما شافهم فرحانين. والجن بيقترح عليهم انهم يساعدوه في أعمال الحدادة، وبعد أول يوم عرفوا يعملوا وعاء حديد، وبعدها بدأوا يحصدوا القمح عشان يحولوه لدقيق، وبعد كده يعملوه العيش، وكمان عملوا فرن للعيش وطلع طعمه جميل قوي. وقرر هيراكو انه هيوسع المزرعة للقمح بس. وبالليل بيقعدوا يتكلموا عن هيراكو انه ازاي قدر يروض الكائنات الشيطانية دي، وازاي عرف انه يعمل المزرعة في غابة خطيرة كده. وقالوا البعض انه اكيد شخص مش عادي. وفي الوقت ده هيراكو كان بيخطط هيعمل ايه في المزرعة، وعرف ان عنده شغل كتير قوي. وتاني يوم هيراكو بيلاقي ملكة النحل اللي جسمها ضخم على الارض، وبيعرف ان زيتون اللي جابها، وهيراكو فهم منه انه عايز يخليها معاه في المزرعة. وهيراكو واقف وخدها على كتفه، وكمان بنى ليها كوخ عشان يبقى عش للنحل. وبيعرف ان الملكة بس هي اللي بتكون بالحجم ده، وباقي النحل بيكون بالحجم الصغير. وفي 10 ايام قدر النحل انه يعمل عش ضخم. وقرر هيراكو انه يزرع لهم ازهار قريبة من الكوخ ويستنى يحصد العسل، وبنى خندق كبير في المزرعة للمية اللي هتيجي من النهر، بس مشكلته هي المجرى اللي هيعملوه من النهر في الخزان. وتيا بتقترح عليهم انهم ممكن يعملوه من الخشب، بس قال لها ان الفراغات اللي بين الخشب هتخلي المية تسرب. وهنا بيستخدم ادواته السحرية وبيجمع التراب وبيعمل منه مجرى صلب، وبيبداوا شغل، والجنيات بيساعدوه لحد ما عرفوا يخلصوا في وقت صغير جدا. وكده مش بيبقوا مضطرين ينزلوا البير كل يوم عشان يجيبوا المية. بس هيراكو بيلاقي ان المية اللي بتيجي من النهر بيجي فيها سمك صغير، وبيكون مبسوط قوي عشان هياكل منه، لحد ما بتيجي سمكة كبيرة وبتهجم عليه، بس بيعرف يقتلها وبيقرر انه يطبخها عشان ياكلوها. بس تيا ولولو بيبقوا خايفين ياكلوا منها، وبيقولوا لهيراكو انه هياكل منها الاول، بس اما لقوه بياكل منها بعد كده اطمنوا وبداوا ياكلوا منها، وكمان عجبهم طعمها قوي. وباقي السمك هيراكو حط فيه ملح عشان يعرف يخزنه، وقرر انه يزرع الرز، وقرر يصلح الارض ويحط لها حواجز، وفتح الميه عليه. والجنيات وتيا ولولو بيكونوا مش فاهمين هو بيعمل ايه، لحد ما قال لهم انهم هيساعدوه في تنزيل الميه. وفي الاول بيكونوا متوترين شويه، بس في الاخر بيقدروا يزرعوا كالشتلات، والرز طلع بشكل اسرع من المتوقع. وبعدها بيجي وقت
الحصاد، وبسبب مساعدة الجنيات بيحصدوا في وقت قليل جدا وبيسيبهم ينشفوا. وبعد كده بياخدهم للكوخ، وتيا بتسأله هنعمل ايه فيهم، وبيقول لها انه لازم يقشر الرز. وبعد كده بيجي وقت الطبخ وبيكونوا تعبوا جدا، وفي نفس الوقت الجنيات خايفة وفاكرينه بيعمل تعويذة. وهراكو بيقول للولو تشعل له الخشب بقدراتها السحرية، ولما بيخلص طبخ الرز بيبدأ يعمله على شكل كورات، ولما لولو بتدوقه بتنبهر بطعمه، والأكل بيتاكل في انبهار. وتيا بتقول فعلا كان يستاهل كل التعب ده. وتاني يوم بعد الشغل كلهم قادرين ينظفوا جسمهم بالسحر، إلا هيراكو هنا قرر إنه يبني حمام لنفسه، ودي بتكون حاجة غريبة جدا بالنسبة لهم، بس بيقول لهم إنه مهم جدا ولازم يعملوه هم كمان. وكمان بيعمل مكان مخصص لتسخين المية، وكمان بيعمل مكان مخصص لتسخين المياه، ومكان لتغيير الملابس. وبدأوا يسألوه عن طريقة الاستحمام، وشرح لهم كل حاجة بالتفصيل، وبيقول يا ريتني كنت عملت حمام مخصص للرجال. وتاني يوم بيجي 5 جنيات تاني وبيستأذنوا من هيراكو إنهم يعيشوا معاه، وبيوافق، بس المشكلة إن المكان بيبقى ضيق وإنهم لازم يعملوا توسيعات، وبيقولوا له إنهم هيساعدوه. وبعدها بنروح للكلب كيرو، واللي بيحكي قصته في إنه كان عايش حياته في الغابة زي ما هو، وبيحكي قصته إنه كان عايش حياته في الغابة زي ما هو عايز، لحد ما قابل أنثى وحبها. وبعد فترة بدأ الدب ملك الغابة يهجم عليهم، لحد ما بقت قوتهم ضعيفة، ومراته كانت على وشك الولادة. وفي يوم اكتشف إن في بشري عايش لوحده في الغابة، وعلى الرغم إن شكله باين عليه الضعف بس كان معاه أدوات قوية. وبعد ما شافهم دخلوا مزرعته وجاب لهم أكل وبنى ليهم كوخ، ومع الوقت بدأت عيلته تكبر أكتر، وهو كمان بقى عنده ناس كتير في المزرعة. بس اللي لسه مش فاهمه هيراكو إن إحنا الذئاب المخيفة اللي عايشة في الغابة، واللي كل القراوين بيخافوا منهم. وتاني يوم بيبدأوا عمليات توسيع البيت، وفي وقت قليل بيعرفوا يعملوا بيت مميز وجميل وفريد، وعملوا فيه أوضة لهيراكو، وكمان عملوا فيه مكان يتجمعوا فيه. وبعدها بدأوا يقضوا وقت جميل مع بعض. وفي يوم هيراكو قرر إنه يعمل طبق الكاري، وشرح لهم إنه هيحتاج توابل وزرع النباتات اللي من خلالها ممكن ياخد الكركم والكزبرة. وتيا ولولو بسحرهم بدأوا يجففوا النباتات بشكل أسرع، وهيراكو بيكتشف إن الكلاب بتخاف من الكزبرة، ولولو بتقول دي حاجة تستحق البحث. وإنهم عرفوا بعد كده إزاي يخوفوا الذئاب المتوحشة. وبعد كده بدأوا يحصدوا الفلفل والشطة. وبعد كده بتروح تيا مع لولو عشان يعملوا بالكزبرة تعويذة حماية، وهيراكو بيستغرب ومش بيلاقي غير الجنية اللي بتكون اسمها ليا هي اللي بتساعده في الطبخ. وبدأوا بالزيت، وبعد كده لحم الأرانب، وبعدين التوابل والبصل والثوم والطماطم. بس بعد ما كان قرب يخلص اكتشف إنه نسي العيش، وبدأ يطلب مساعدة الجنيات لحد ما كمية كبيرة من العيش. وبعد ما خلصوا قعدوا كلهم عشان ياكلوا، بس كالعادة كانوا خايفين يجربوا، والأول لازم هيراكو هو اللي يجرب الأول. وبعد ما بياكلوا بينبهروا كلهم بطعمه، وكل حاجة لولو بتعرفها بتكتبها في البحث بتاعها اللي بيكون عن النباتات. ومع إن هيراكو مش بيلحق غير كميات قليلة من الأكل، بس بيكون مبسوط إن الأكل بيعجبه. والشتا بدأت تقرب، وهيراكو بيجمع الحطب عشان يتدفوا بيها، وبعدين بيروح لزيتون يديله البطاطس، وبياخد منه البطاطين اللي بيعملها من الخيوط عشان هيبدأوا في الثبات الشتوي بتاعه. وكمان بيبدأوا يخزنوا كمية كبيرة من اللحم، لأن كورو وباقي الكلاب بقى صعب عليهم الصيد في الشتاء. وبيخزن الخضار في صناديق وبيغطيها من فوق، وبيحط عليها طبقة تلج عشان تحفظها. وبعد ما الشتاء جت والتلج مغطي كل حاجة، بدأ خروجهم من البيت يقل، وبدأ هيراكو يصنع بعض الألعاب المسلية زي اللعبة الفرنسية ريفيسي والشطرنج، وهيراكو بيشرح لهم قواعد اللعبة. ولولو تحدت تيا في لعبة ريفيسي بس كانت هتخسر، وقلبت اللعبة وقالت نبدأ من جديد، بس تيا استخدمت سحرها ورجعت اللعبة زي ما كانت. وحتى الكلاب بيلعبوا شطرنج، وهيراكو بيستغرب انهم بيعرفوا قواعد اللعبة. وبعدها دخل الكلب كورو يلعب معاهم وقدر يكسب لولو. وهيراكو كمان علمه في لعبة البولينج، وهيراكو مش بيكون شاطر فيه، ولولو بتعرف تكسبه. وبيقضوا الشتا في بيت لعب وسهر واكل لحد وقت الربيع. ومع اول يوم في الربيع بيدق زيتون جرس الانذار، وبيشرح له بسرعة عشان يشوفوا فيه ايه. وبيشوفوا كائن ضخم طاير في السماء وجاي ناحيته، وتيا بتقول ان اسمه وافر، مش بيبقوا عارفين هيعدي من فوقهم ولا يمشي ولا هيهجم عليهم. وبيتفاجئوا من نواياه السيئة وبيبدأ يحرقهم بالنار، بس تيا ولولو بيعملوا درع حماية على المزرعة، والنار اللي عدت على الجنيات بيحاولوا يطفوها. وهيراكو بيفكر ازاي يبعدوا من القرية بتاعته، لحد ما فجأة بيظهر في ايده رمح ضخم، وبيقرر انه يضرب بيه التنين الناري عشان ينقذه. وبيرمي اول رمح وبيجي
في جناحه وبيرمي الرمح التاني ودي بتكون القاضية وبيقتله في انبهار الجنيات. ولولو كمان انبهرت بسبب قوته الكبيرة وبتقول تيا انهم قدروا يطفوا كل الحرايق اللي في المزرعة وانهم فقدوا شوية من المحاصيل بس الباقي كويس. وبيروحوا للتنين بعد ما مات وهيراكو بيسأل لو في مخلوقات من دي كتير وتيا بتقوله انهم موجودين بس واحد بالحجم ده شيء نادر جدا وقال لها ممكن يكون حد بعته ليها. بس تيا بتقطعه وبتقوله ان ده مخلوق بيطير فاكيد اتصرف من نفسه مش اكتر. وبعد كده سألها لو ينفع ياكلوه وتيا بتقوله انها سمعت ان طعمه حلو جدا. ورجعوا البيت وطبخوه باضافة التوابل وكلوا منه وطعمه عجبهم جدا. وبعد كده بنروح للمدينة وبيكون في اجتماع ما بين مجموعة اسمها الجنرالات الأربعة وبيعرفوا إن وايفر اتقتل من الأرض عن طريق ضربتين بس واحد منهم بيكون مش بيصدق اللي بيسمعه ورئيسهم بيقول إنهم لازم يتصرفوا أحسن اللي حصل يسبب خوف للمواطنين. وبنشوف واحد اسمه راندم بيقطع الاجتماع وبيقول أنا مستقيل. وبعد كده بنروح لمدينة تانية وبيسأل تنين واحد غوتشي اللي انت سمعته ده صح؟ قال له متأكد وغباء لو عملنا أي هجوم الفترة دي. وبعد كده بنرجع للمزرعة وهيراكو بيقرر يعمل عصير عنب وبنشوفهم كلهم بيقطعوا العنب من المزرعة وبيجمعوه في مكان واحد وهيراكو بيقترح عليهم انهم يعصروه برجليهم وهو هيجمع اللي اتعصر في البراميل. وفعلا بدأوا يتحركوا بحركات دائرية على العنب وبيكونوا بيغنوا مبسوطين واخر اليوم بيكونوا قدروا يملوا كل البراميل اللي معاهم. وفي نفس الوقت بتكون ملكة العظماء بتعاتب الشخص اللي بعت هيراكو للغابة وبتقول له انت عاقبت روح بريئة ورميته في غابة الموت بالغلط وكمان اتدخلت في حياته وبعت له رمح جريم المقدس وان الرمح ده قوي جدا ما ينفعش يبقى في ايد شخص بشري. وبتقول له انه شخص مهمل وجازته في مكانه 300 سنة كعقاب. وبنرجع للمزرعة وبيلاقي هيراكو بنت تانية في الغابة وبيبقى اسمها فرولا وبتبقى اخت لولو وقالت لها انها جت هنا عشان تدور عليها وده عشان عرفت ان النبيلة صاحبة القلب الاسود بتدور عليها وهنا قصدها على تيا. ولما فلورا بتشوف الذئاب فبتخاف منها وبتقول لها هو ده سيد ذئاب الجحيم. وهنا هيراكو بيكتشف انهم ذئاب وبيسألها ايه معنى الجحيم ده وبيطلع هو كمان بيطلع نار من بقه والكل مستغرب انه ازاي عايش معاهم الفترة دي كلها وما يعرفش انهم كلهم ذئاب. وبعدها هيراكو حضر لها اصناف مختلفة من الاكل اللي هما بيعملوه وهنا اتفاجئت بالاصناف الجديدة وطلعت هي كمان زي اختها مهتمة بالابحاث عن الأطعمة. وبعد ايام قليلة بتمشي فلورا من المزرعة لكن تاني يوم رجعت ومعاها الخدامات بتوعها وبيبقى معاها ابقار وفلورا بتقول لها انها جابتهم عشان يعرفوا ياخدوا منها اللبن. وبيفرح هيراكو عشان هيعرف يعمل الزبدة والجبنة. وبعدها بتفكر تيا ان بقى في مجموعة كبيرة من الذئاب والعناكب ومصاصين الدماء والجنيات انما هي موجودة في المزرعة لوحدها وبتقول لهيراكو انها هتروح مشوار وترجع تاني. وبتروح ومعاه مجموعة كبيرة من النبلاء والتماسيح وكمان جابت فراخ معاها وهيراكو فرح عشان هيعرف ياخد من الفراخ دي البيض. وهيراكو بيقول ان القرية بتاعته بقت اكتر تحضر من الاول وبياخد هيراكو باله ان الخدامات مش بيعرفوا يطبخوا غير اكل عادي وبيقرر يعلمهم الطبخات المتطورة. وكمان الثلاث نبلاء اللي جابتهم تيا بقوا يعملوا دوريات حراسة في الغابة وكمان السحالي بقوا يشتغلوا بقوة كبيرة ويساعدوه في اعمال البناء ونقل الاخشاب. وهيراكو بيحب العدد الكل اللي بقى في القرية بس بيتفاجئ بجنيات تانية جايين القرية وبيسأل تيا ليه كلهم بنات ليه مش فيهم رجالة. قالت له ان الرجالة كلهم ماتوا في الحرب لكنهم بيخططوا انهم يخلفوا رجالة. وهيراكو مرضيش يسألهم هيعملوا كده ازاي. وبعدها قرر هيراكو يعمل اجتماع ويجمع فيه القادة من كل الأجناس اللي موجودين في القرية وقال لهم انه عايز يختار اسم للقرية وكان في اقتراح انهم يسموه باسم لانو بس هو بيرفض وكان في اقتراح انهم يسموها باسم الغابة بس برضه رفض عشان الاسم هيكون مرعب لحد ما زيتون شاور له على الباب ولما فتح الباب شاف الشجرة اللي كان عاملها علامة الكوخ بتاعه وقرر انه يسميها قرية الشجرة العظيمة. وبعدها جمع كل اللي في القرية وقال لهم على الاسم الجديد وقال لهم انهم هيحتفلوا النهاردة وهيشربوا اول عصير انتجه في المزرعة. وبدأ يقول لتيا انه حاسس انه كان في حلم بس قالت له انه مش بيحلم وانهم هيفضلوا عايشين مع بعض وهيستمتعوا بحياتهم. ورغم انه بقى عمدة القرية بس اعماله اليومية ما اختلفتش بس عدد السكان زاد جدا في فصل الشتاء والصيف. بس بتحصل مفاجأة وبتنزل تيا وبتقول لهيراكو ان في رسول من مملكة الشياطين وصل وانه لازم يقابله وكان باين عليه الخوف. وبيروح هيراكو يقابله ولما بيشوفه بيقول له ان اسمه بيزيد وبيديله هدية عبارة عن ازازة دواء سحرية وبيقول له الارض اللي انت عايش
عايش فيها دي بتاعت ملك الشياطين، وهيراكو بيقول له إن الغابة دي مش بتاعت حد، وافتكر كلام لولو لما قالت غالبا الأرض دي بتاعت ملك الشياطين، وهيراكو بيقول له إنهم مستعدين يدفعوا له الضرايب كل سنة بنسبة 10%، وبيستغرب قوي بيزل من هيراكو بس بيوافق وبيمضوا العقد. ومن شروط العقد إنهم مش هياخدوا أي حاجة من الجبن والبيض واللبن اللي بينتجوه، وهيجوا بس ياخدوا الضرايب مرة واحدة بس في السنة، والمرة دي هتبقى قبل فصل الشتاء. وهيراكو بدأ يديله هدية قبل ما يمشي، ولما بيمشي بتكون تيا ولولو مبهورين بيه، وده لأن أي ضريبة بتكون 50 أو 60%، وإن 10% دي قليلة قوي، ومع إنهم هيدفعوا ضرايب بس هيكسبوا حماية ملك الشياطين، وإنه هيعترف بيهم كقرية في الغابة. بس لما بينزل يقعد في الاجتماع بيكونوا مش مصدقين إن هيراكو هيدفع ضريبة، وده لأنهم فاكرين هيراكو معاه كل الإمكانيات للحرب لأنه قدر بكل سهولة يقتل الوحش. وفي نفس الوقت هيراكو ما كانش يعرف إنهم خايفين منه، وبيفضل بيزل وأصدقائه في حيرة على اللي عمله هيراكو، وبيفكروا في إنه أكيد بيخضعهم. وبيزل بيقول له إنه كان لازم يوافق على شروطه لأن كانت هناك تيا أميرة الإبادة ولولو أميرة مصاصين الدماء، وكان في مجموعة كبيرة من الجنيات، وكمان عشيرة من ذئاب الجحيم. ده غير إن التلاتة اللي خدوه العمدة كانوا ثلاثية النبلاء القتلة. وهنا راندم بيخاف وبيتوتر، وكمان بيقول إنهم ادوله هدية، ولما بيفتحوا الهدية بيلاقوا 6 تفاحات. وبيزل بياخد باله من القماش اللي كان مغطي الهدية، وبيعرف إنه من نسيج خيوط عنكبوت شيطاني ضخم، وبيخاف أكتر لما بيعرف إن عندهم واحد. وهنا راندم مش بيقدر يستحمل وبيستقيل للمرة التانية، وبيجي ملك التنانين ديرنام من ملك الجنوب، وبيكون معاه هدية سيف قديم لهيراكو، وبيقول له إن سبب زيارتنا ليكم إن إحنا بنعتبركم جيران، بس الحقيقة إن كل المدن والممالك اللي حوالين الغابة بقوا يخافوا من قوة قرية الشجرة العظيمة، خصوصا بعد قتل ريفار. وبيقدر ملك التنانين إنه يتحول لبشري في استقبال هيراكو، وشربوا العصير وكان درايم فرحان جدا، وكان عايز يفضل في القرية وما يمشيش، لكن مضطر يمشي عشان عنده مدينة وكان لازم يحميها. بس قبل ما بيمشي بيديله هيراكو هدية من النباتات بتاعته، وبكده القرية بقى عندها علاقة خارجية ودبلوماسية. وهيراكو بيقعد مع لولو وتيا وبيقولوا له إنهم لازم يبنوا جنب للزوار، وإنهم قرروا يبنوا بيت كبير الدور الأول هيبقى للقاءات والتاني للمبيت، وقرروا كمان إن زيتون يستخدم جراسين، واحد للأعداء وواحد للزوار. وتاني يوم بيجي لهم واحد اسمه غلاف وبيقول لهم إنهم من قرية اسمها العوالم، وإنه جاي النهاردة عشان يعمل علاقة بين القريتين. بس لولو بتشك فيهم وبتمسك 2 من جنود مستخبيين في الغابة، وبتخلي شكلهم وحش جدا، وبياخدهم لبيت الضيوف. وتيا بتقول إنها مش مرتاحة ليهم لأنهم حتى ما جابوش أي هدية وهم داخلين، عكس أي حد عايز يعمل علاقة، وعشان كده مش هيقدموا ليهم أفضل أنواع الأكلات، وحتى العصير مش عايزين يدخلوا ليهم إلا لما هيراكو أصر على إكرام ضيوفه. وبعدها بيسألهم هيراكو عن قريتهم، وبيسألهم كمان عن مكانها، وإنها عبارة عن 5 مستوطنات وعايشين على الصيد والتعدين، وكمان في تداول تجاري بينهم وبين قرى تانية، والعلاقة دي انقطعت وهم دلوقتي بيدوروا على متداول تاني. وبنعرف إنهم عشان كده لجأوا لهيراكو، والسبب إن كان في 2 مستخبيين في الغابة عشان لو حصل حاجة للباقي يرجعوا يبلغوا باقي القرية، وده عشان هم أول مرة ييجوا المكان. واتفقوا في اتفاقيات التجارة، وهتبقى عملية تبادل من الفضية والمعالق، وده مقابل المواد الغذائية من قرية الشجرة العظيمة. واتفق هيراكو مع التنين ديارهم إنه هينقلوا البضايع لمسافات طويلة، وده طبعا مقابل براميل من العصير المميز اللي بتنتجه القرية. ودرايم بقى صديق القرية وبقينا نشوفه فيها باستمرار. وكمان راح قرية العوام مع تيا وعملوا فيها عملية تجارب تبادلية في تاريخ القرية، وطلبت قرية العوام أنا مجموعة من سكانهم ييجوا يعيشوا في قرية هيراكو. وهيراكو وافق بس شرط عليهم يجيبوا بعض من الرجالة معاهم لأنه تقريبا هو الراجل الوحيد اللي في القرية. واتفاجئ إنهم بعتوا 3 أطفال عمرهم 10 سنين بس. وبعدها بيحصل زلزال في القرية، وتيا بتيجي بسرعة وبتفهموا إن ده مش زلزال، وإن ده دب ضخم بيصارع تعبان ضخم، ولو فضلوا كتير ده هيأثر على القرية بشكل كبير ولازم يتصرف لأنه العمدة. وأمروا ساعتها إنها توديها لهناك، ولما وصل كان معاه أداة من القدرة الزراعية وعرف بهجمة واحدة يقتلهم هما الاتنين. وبعدين خدهم للقرية وهيراكو قرر يطبخهم ويبقوا مصدر للحوم القرية. وفعلا طبخ الدب بالعصير، والتعبان كان عايز مايونيز، وعلمهم ازاي يعملوه عن طريق خل التفاح والبيض والزيت. وبعدها بيظهر قزم اسمه دورفان ومعاه مجموعة من
الأقزام، وجم يعرضوا عليه يشتغلوا معاه في العصير، وده عشان سمعوا عنه من مملكة الشياطين، عشان هم مش معاهم أي فلوس بس عندهم آلات يعرفوا يحولوا أي نباتات لعصير. وهيراكو فعلا بيوافق، وبيعرفوا يعملوا عصير الذرة عن طريق التقطير. وهيراكو بيكون مبسوط، وده عشان أخيرا شاف مجموعة من الرجالة الكبار في القرية. وتاني يوم بيشوف هيراكو إن في تنين ضخم جاي ناحية القرية، وبسرعة قرر يهجم عليه، بس اتفاجئ إن درايم إنه اتدخل، وبيشوف تنين تاني جاي وفي عينيه الشر، وقرر إنه هيهاجمه ورمى عليه الرمح، بس التنين عرف يتفادى الرمح وما جاش فيه. وفي نفس اللحظة جه مساعد درايم وقال له استنى عشان ده ابن وزوجة درايم. ونزلوا هما التلاتة واتعرف على بنته اللي اسمها لاستي ومراته اللي اسمها غارفلور، وبيعرف إنهم كانوا جايين يهجموا على القرية عشان درايم كان كل يوم بيتسلل وبيخرج من المدينة، وحس إنهم على علاقة غرامية في القرية دي، وكمان كان بياخد كل الهدايا الثمينة وهو رايح. وبيعتذر هيراكو بسبب إنهم هاجموهم، بس درايم بيقول له إن دي غلطتهم وخلاهم يتأسفوا له. وهيراكو قرر يبني بيت ليهم عشان يباتوا فيه وما يروحوش في وقت متأخر. وقالت غارفلون إنها تفضل في القرية دي عشان قوية جدا وعايزة تعرف مدى قوتهم. ودريان بيقول لها إن العلاقات الدبلوماسية بالنسبة للقرية دي مهمة قوي، بس هيراكو عنده مشكلة كبيرة إن كل المخلوقات اللي في القرية بدأت تخاف من التنانين، وعشان كده ده أمر ليست إنها مسؤولة عن اللقاءات الدبلوماسية من غير ما تتدخل في أعمال الزراعة، لأن للأسف ده بيأثر على إنتاجهم. ولما بيجي ينزل عشان يزور القرية خاف جدا، ده بسبب لأنهم لقوا تنين هي اللي بتستقبله، وكل اللي قالوا إنه عايز 10 صناديق فاكهة بس، وبعدها مشي. ولما رجع وحكى لهم عن اللي حصل بدأ يخاف، وإن القرية بدأت تعمل جيش قوي جدا وبيبقى أقوى يوم بعد يوم، وإنهم لازم يدخلوا جاسوس القرية عشان يعرفوا أخبارهم. وقرر بيزل إنه يخلي بنته فلورين، ولما بتوصل للقرية وأول لما بتشوفه بتلاقيها قرية عادية بس اللي فيها إنها في غابة الموت، وبتقرر تنزل تزورها وبتقابلها لاسيتي، وبتتفاجئ إن اللي مسؤول عن الاستقبال تنين قوي للدرجة دي، وبتخليها تشوف المحاصيل لحد ما بيجي رسول من قرية الأعواء، ولاست بتقدر تسيبها لوحدها، ودي كانت فرصة ليها عشان تعرف قوتهم العسكرية لوحدها. وبدأت تاخد ملاحظات عن كل اللي بتشوفه، وهيراكو بيشوفها وبيسألها لو هي تايهة، وبترد عليه بطريقة وحشية وبتسيبه وبتمشي عشان هي شايفاه مجرد بشري. وبعدها بتعرف إن هو العمدة وإنه قوي جدا، ولما بتشوفه تاني يوم بتعتذر له عن اللي حصل منها. وهيراكو بيعرف إنها بنت بيزل. وتاني يوم هيراكو وهو بياكل بيقولوا إن نفسه ياكل المأكولات البحرية، بس كلهم مش بيكونوا عارفين حاجة عنه، وده عشان هم بعاد جدا عن المحيط. وتاو ولولو قرروا يدوروا عن المحيط ده وعشان يجيبوا منه أنواع الأسماك. وبعد 3 أيام بيجي واحد اسمه مايكل، وبيقولوا إنه تاجر في مملكة الشياطين، وبيعرض عليهم من المأكولات البحرية اللي كانوا بيسألوا عليها، وبيقول لهم إنه ممكن يجهز لهم اللي هم عايزينه عشان يكون المزود الحكومي بتاع القرية، وإنه بيتعامل مع كل أنواع التجارة الخارجية. فوافق هيراكو لأنه هيفيدهم جدا، وبالذات إنه محسش بأي طريقة خداع ليهم. وبنرجع لأول الموضوع في مدينة شاشانتو، وبيجي سكرتير وبيبلغ مايكل إن في ناس عايزينه بره وإنهم جايين معاهم بضاعة، فقال له إنه ده مخالف للقوانين وكان هيخليهم يمشي. بس في الآخر كده قرر إنه يخرج يقابلهم، وتفاجئ بلاستو وفلورا ومعاهم 2 من التماسيح، وبيخاف جدا منهم خصوصا لما عرف إن لاستي هي التنين القوي، وإنه عرف إنه كان هيبقى في مشكلة لو كان مشاهم. وبيعرضوا عليه ياخدوا الفاكهة ويجيب لهم الأسماك، ولما بيحسبها يعرف إنه هيكسب كتير وبيوافق، وكمان لأنه خايف منهم. وبيتمم الصفقة، وبرغم هو خايف وراجع على ظهر التنين إلا إنه بيفكر من الكم الهائل من المكسب. وهيراكو بيطبخ الأكل وبيكون طعمه حلو قوي، وبيفكر بعد كده إنه يطلب منه الحبار والجمبري. وتاني يوم بيظهر تنين جديد، وهيراكو بيكون عارف إن ده تبع درياب ولا جاي يهاجم القرية. والتنين بيحرق بعض الأشخاص ويجهز رمح، وبيوقعوا لما بيروحوا يشوفوها بيكون اتحولت لبنت جميلة. وبيظهر دريام وبيقول له استنى لأنها أخته الصغيرة واسمها كوري، وبتقول إنها سمعت إن عمدة القرية دي قوي جدا، فقررت إنها تلعب معاها. وإنها سمعت دريام بيقول إنه عايز يخليه يتجوز من لاستي، ودريام بيتكسف جدا وبيبرر موقفه إنه كان سكران. وهيراكو خلى كورن بتنظف الخراب اللي عملوه، وقال لها لما تحبي بعد كده ما تحرقيش حاجة ولا تسيبي خوف لحد. وفضلوا كلهم في سهرة يلعبوا وحكموا على هيراكو يقلع هدومه. وفي نفس الوقت بيكون بينزل في اجتماع بعد ما وصلوا إن التنين وكورن بقت موجودة في القرية، وده هيزيد من قوتهم العسكرية بشكل كبير.
وكانت هوكورن كسولة جدا ونايمة طول الوقت على السرير، لكن في النهاية استقرت في القرية وبقت معلمة الأطفال وبتعلمهم القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والدراسات. وتاني يوم بتظهر مجموعة من فتيات الليمع اللي كانوا بيسكنوا الكهوف في الغابة، وبعد ما ذئاب الجحيم عملوا عملية تطهير للغابة جايين طالبين الحماية من هيراكو، فوافق واستبدل الأحجار الكريمة اللي معاهم بالفواكه، وبكده بدأت التجارة بينهم. وبنروح للمملكة اللي بيكونوا فاكرين هيراكو بيجمع قوة عسكرية عشان الحرب، وفاكرين انه واخد فلورم كرهينة، والأميرة بتقرر تجهز جيشها وإنقاذها. وفي نفس الوقت بتكون فلورم عرفت قد ايه القرية مسلمة، وعرفت انهم عندهم قوة عسكرية قوية جدا. وفي يوم كانت بتلخص حسابات القرية وبيظهر ولدها بيزيد وبيقول لها على قرار الأميرة بالحرب، وإنها بتكون جيش مكون من 300 راجل. وبتسأله بتقول له هي ليه بتعمل كده، وبيقول لها بسبب 3 حواليها هم اللي أقنعوها بكده، والهجوم هيبدأ من بكرة ومش هنقدر نمنعه. وبتقرر وقتها فلورم إنها تواجه بنفسها الجيش وتحاول تطلع بأقل خسائر ممكنة، لأنها بالرغم من إنها بعتت لهم تقرير بقوة القرية، لكن من كتر قوتهم خلتهم يحسوا إنها كدبة. وبالرغم إن بيزل حاول يقنع ملك الشياطين لكنه كان مستسهل مع بنته ومعرفش يمنعها. وبنروح لوقت المواجهة في الغابة، وقدرت فلورم إنها تستخدم 3 جنيات بس عايزين يوقفوا جيش مملكة الشياطين، وقبضوا عليهم كلهم، ومنهم 3 بنات ولاد العائلات الملكية اللي أقنعوا الأميرة، وكمان الأميرة بنت ملك الشياطين، وخدوهم لقرية هوراكو. وما كانش يعرف إنهم جايين يهجموا عليهم، بس فلورم هددتهم وقالت لهم إنهم هيتخلص منكم كلكم لو حاولتوا تعملوا أي مشاكل تاني، وإنهم هيفضلوا هنا في القرية. وكمان قالت للأميرة إنها تكون مجرد شخص عادي في القرية وما تفكرش إنها تتعامل نفس معاملة المملكة، ولو عرفوا يعملوا كل الواجبات اللي في القرية هيتم العفو عنهم، وإن من الأفضل ليهم إنهم ما يكونوش عرفوا هويتهم لأهل القرية. وبعدها بدأت تفرجهم على القرية وعلى المحاصيل اللي بيزرعوها، وكانت الأميرة مبهورة بكل حاجة في القرية، وإن إزاي في حضارة زي دي موجودة في غابة الموت. بس ال3 أميرات كانوا عايزين يهربوا من القرية، وكل يوم بيحاولوا الهروب بس كل مرة بيقابلوا كائن مختلف زي الذئاب والعناكب، لحد ما بتعرف فلورم وبتشغلهم معاهم في الحسابات. وكمان بدأت تعلمهم إزاي يلعبوا مع الذئاب. وبتتكلم الأميرة مع فلور وبتقول لها إنها كانت غلطانة لما قررت تحارب القرية، بس هي كانت خايفة من زيادة قوتهم العسكرية اللي ممكن تشكل خطر على المملكة، وكانت فاكرة إنهم واخدينهم رهينة. بس لما عاشت هنا وفهمت قد إيه القرية مسالمة وكل اللي فيها مبسوطين من التنيين والجنينات والنبلاء ومصاصين الدماء والذئاب، وكل ده تحت قيادة بشري، وإنها كانت مفكرة إن التنانين اللي كانت هنا كانت مجرد كذبة. وبعد كام يوم قررت الأميرة إنها تمشي، وفلور ودعتها وادت لها عيش معمول من القمح اللي زرعته، وبتودع الأميرة وبتودعها بزيارات متكررة. بس ال3 أميرات قرروا إنهم يفضلوا في القرية. وبنروح للمملكة اللي بيكون الملك بيشتكي من بنته الأميرة، وإنها من وقت ما رجعت دايما مشغولة، وبيقول بيزل إن الأميرة شكلها هتبدأ بالاهتمام بالسياسة الدبلوماسية. وبنروح للقرية بعد ما الأميرة مشيت بكام يوم وبدأوا في الحصاد، وطبعا لازم يعملوا كده قبل فصل الشتاء، وكان الحصاد كتير جدا وإن في كمية كبيرة جدا ملهاش مكان. وقرروا يوزعوا القمح على باقي المملكة وعلى التنانين درايف، وهم بيوزعوا بيقابلوا ناس عايزين ينضموا للقرية، وبنعرف القائد بتاعها اسمها يا، وبنعرف إن اسمهم الجنيات الجبلية. وفلورم بتقول لهم إنهم يستخدموا النار وكمان يعيشوا على أكل اللحم، وبتقول له يا إنهم دايما بيعيشوا في الجبال، وفي الفترة الأخيرة ما بيبقوش بيعرفوا يوفروا الأكل لنفسهم. وبيوافق هيراكو وهيبني لهم أكواخ عشان يعرفوا يعيشوا فيها، وبعدها بيقرر إنهم هيصطادوا في الغابة علشان هم متعودين إنهم يعملوا كده في الجبل، بس المخلوقات اللي في الغابة كانت أقوى منهم بكتير. ورجعوا لهيراكو وهم متبهدلين وتأسفوا لأنهم مالهمش أي أهمية في القرية. بس هيراكو بيقول لهم أهم حاجة يكونوا كويسين، وإنه مش عايزهم يعرضوا نفسهم للأذى تاني. وبتشوفوا هو بيحاول يعمل أواني فخارية بس طين القرية مش مناسب، وقررت هنا إنها تروح تدور على أجود أنواع الطين. وبعد كام يوم من البحث قدروا يلاقوا الطين المناسب وعملوا أواني فخارية. وبعد فترة جه خبر لهيراكو إن الجنيات لقوا زنزانة في الغابة ولقوا جواها أفاعي ضخمة جدا، وإنهم دلوقتي عايزين يقتلوها. وقالت يا إن أكل لحم الأفاعي بيزود الجسم بالحيوية، وبدأوا يفكروا بطريقة يهجموا بيها على الأفاعي عشان يتخلصوا منها. وبتكون لولو تعبانة وبيروح هيراكو عشان يزوره، وطلع عندها أعراض فقدان الشهية مع شوية وجع في المعدة. وبيقول
وبيقول لهم إن دي أعراض الحمل، وبدأوا الاحتفال في القرية، وكان الاحتفال بشكل هستيري. وبدأت لولو تهتم بالأبحاث اللي هيتم بعلاج في الحمل، وتحول دور العمدة هيراكو المشرف بس، وبيكون بيشرف على الخدمات وهو بيحضر الأكل. ولأن العدد بقت كبيرة والوجبات بقت بتتقسم على 3 مرات، وده لأن مجموعة الطعام مش بتقضي العدد ده كله. وكمان بيبقى بيشرف على عمليات الحصاد والزراعة، وبيشوف مشاكل الوحل والعصير، وبيتابع لولو لو احتاجت حاجة، وبيبقى بيهتم بيها جدا لأن جسمها بدأ يضعف. وكمان بدأ يتابع الذئاب اللي بتعرف تصطاد الأرانب، وكمان العناكب اللي بتنتج البطاطين والهدوم الشتوي. ومن وقت للتاني بيروح يعمل أعمال الزراعة بنفسه. وكمان بدأ يتابع ولادة البقر وزيادة المحصول عشان يبعته لمايكل عشان العمليات التجارية. وكمان بيتأكد إن الطعام اللي في القرية هيكفي كل اللي موجودين، ومش هيكون في أزمة في الأكل. وبدأوا يزرعوا ورد ملون عشان يضيف للقرية شكل حلو، وإن مش لازم كل المحاصيل تكون للأكل، وإنه بيقدر يوفر الأكل من النباتات اللي بتتاكل وكمان الصيد، وخصوصا الحيوانات الضخمة اللي بتوفر أكل لمدة كبيرة. وبدأ يعمل سيوف خشبية عشان يخليهم يتدربوا على المعارك عشان لو حصل أي حرب. وبعد ما الشمس بتغيب بيرجعوا كلهم للبيت، وبدأوا يتعشوا. بيكون في قائمة أكلات تجارية، وواحد منهم بيكون أرنب مطبوخ على نار هادية، وبيكون معمول مع العسل، ومش بتعجب هيراكو بس بيقول لهم إن طعمه حلو. وبتوصل هدية لهيراكو من الأميرة يورو، وبتكون رسالة بتطلب فيها إنها تيجي تقعد معاهم في القرية، وكمان عايزة زيتون يعمل لها فستان جديد لأنها بتحب طراز القرية. وهيراكو بيقول إنه ما عندوش مانع. وبعدين بيروح هيراكو يستمتع بحمامه، وهو راجع بيحس إنهم بيراقبوه دايما. لما بيوصل أوضته بيحب يتأكد، فبيقول بصوت عادي إنه محتاج مساعدة. وبسرعة كلهم بيجوا بسرعة، لكن حط في دماغه إنهم خايفين على سلامته مش أكتر. وبعدها بينام، وتاني يوم وهو بيتابع أعمال القرية بتكون في مشكلة بتواجه الأقزام في صنع العصير، وهو إنهم عايزين يزودوا نسبة حصاد العنب. وبيفكر هيراكو إزاي يزود المحصول 3 أضعاف، وده بسبب إن كل أهل القرية بيحبوا العصير. وفي نفس الوقت بيجي خبر لهيراكو إن في شخص في القرية، وبيروح بيلاقي على شكل غريب، وبيستغرب هو إزاي عارف يدخل القرية من غير ما حد ياخد باله. وبيعرف ساعتها إن اسمه السول، وكمان طلع إنه يعرف لولو جاي يطمن عليها. ولما دخل البيت هيراكو بيسأل لولو مين ده ويعني إيه اسم السلف ده. قالت له إنه يعتبر جدهم، وده بيكون عنده 4000 سنة، ولكنه بيستخدم السحر كل الفترات عشان يمحي ذاكرته. وبكده بيبان غالبا إنه لسه شباب، وبيتأسف إنه دخل القرية من غير ما يستأذن، وإنه انبهر من التمثال اللي الآية عاملينه، وبيستأذن لو ممكن يحتفظ بيه. بس هيراكو قال له إنه ملك للقرية وللأسف مش هينفع يستغنى عنه، بس اقترح عليه إنه ممكن يصنع له واحد فبيوافق السال. وفعلا بيقدر هيراكو يعمل له واحد غيره، وبيعجبه جدا. وقبل ما بياخده وبيمشي بيعرض عليه هيراكو فلوس، بس هو رفض وقال له إن الهدايا بتاعتنا مش بينفع تتباع خالص. فرد عليه وقال له إنه هيدور على حاجة ويديها له مقابل هديته. وبعدها بيشكره وبيمشي، وبعدها بيروح للمتحف، وبيقول للكبير بتاع المتحف إن عنده مفاجأة هتغير كل حاجة في المتحف، وإن عنده تماثيل جديدة هيحطوها في أفضل مكان في المتحف حتى لو هيشيل أفضل تماثيل موجودة. وبينبهر الراجل من دقة نحت التمثال، وبيكونوا عايزين يردوا الجمايل لهيراكو، لكن السلف بيقول له إنهم مش عايزين يعملوا أي قلق، بس بيحترم جدا قرية الشجرة العظيمة. وبيبعت هدية للقرية، بس بسبب إنه ما خدش تمن التمثال، وكمان بسبب حمل لولو بعت لهم بيانو ضخم مصنوع من أجود الأنواع، وبيكون بيانو متخصص للحفلات الكبيرة، وبيكون مش موجود منه غير في القصور والمتاحف الضخمة. ولما الثلاث أميرات بيشوفوا البيانو بيبقوا نفسهم يتدربوا عليه، لكن بيخافوا لا يتكسر. وهنا بيطلبوا من هيراكو يطلبوا منه واحد تاني، وفعلا بيكلم التاجر مايكل وبيشتري لهم واحد تاني، وبيفضل الأغلب اللي في القرية يتدربوا عليه، وبيكونوا مبسوطين جدا. بس ده بيعمل قلق كبير لهيراكو لأنه مش بيعرف ينام بسببه طول الليل. وبعد ما فصل الربيع خلص ودخل الصيف، بدأت المحاصيل تاخد حمامات الشمس وألوانها تبقى في ازدهار أكتر. وكان هيراكو شغال لحد ما قال لهم جه وقت الراحة، وبنلاقي لولو جاية تقضي معاه وقت الراحة، وكانت قربت جدا لوقت الولادة، وبتقوله إن لازم يرتاح والشغل الكتير ده مع الوقت هيخليه ينهار. وبالليل بيتجمعوا وبيفضلوا يتكلموا عن الحمل، وبيكونوا عايزين يعرفوا هيكون ولد ولا بنت. وبيكون العنكبوت زيتون بيصنع ملابس للطفل المنتظر، وبيروح هيراكو بيزور لولو، وبتقوله إنها ما قدرتش تنزل النهاردة عشان الجو حر جدا عليه.
عليها، وبيلاقي إن كل اللي في القرية بيقدموا ليها الهدايا ومنها التعويذة اللي هتخليها تستعيد قوتها السحرية، وكمان في هدايا كمقويات تساعدها في الحمل. حتى التماسيح قالوا لها إنها يدوها من دمهم عشان تستعيد قوتها، وبتكون هوب خلاص بطلت تشرب أي نوع من أنواع العصير، وده ما بيكونش فيه أي خطر على الجنين. فكل اللي في القرية قرروا مش هيشربوا العصير ده تاني تعاطفا معاها، وبنحس إن لولو جت وقت الولادة، وكل واحد في القرية كان بيعمل اللي يقدر عليه عشان يساعدها، وسخنوا لها مية كتير قوي وجهزوا مناشف كتيرة جدا من العنكبوت زيتون. وبصراحة الحقيقة كانت كل حاجة جاهزة قبلها بكتير، وكانوا مستعدين ليوم الولادة ده. وهيراقو بيقعد لوحده لما بيخاف على لولو، وبعدين بيروح يقعد في الكهف اللي قعد فيه أول مرة جه الغابة، وبيبص بين القمرين وبيقول إن ده نفسه يعيش لوحده، بس حاليا معاه ناس كتير قوي في القرية. وبعدها بتولد لولو وبيطلع يشوف ابنه بيشيله، بيكون فرحان قوي إنه سليم وإن لولو قامت بالسلامة وهو شايله. وافتكر لما كان مريض في حياته الأولى وللأسف ما كانش هيقدر يخلف، لكنه أخيرا بقى أب وبيتمنى إنه يعيش حياة سليمة صحية. وبعدها بأسبوع من الولادة هيراقا سمى ابنه الفريد، وبيكون من اقتراح أمه عشان اتولد نص بشري ونص بصاص دماء، بس في الوقت ده مش باين عليه غير العرق البشري. بس بعدها هيراقو بيعمل نظام جديد في القرية، وبيجمع كل قائدة الفصائل وبيقول لهم إنهم هيدي عملة فضية لكل اللي ساهم في بناء القرية، والعملة دي مرسوم عليها الشجرة العظيمة، والعملة دي كمان هيقدر يشتري بيها اللي هم عايزينه من القرية، عشان طبعا زيادة السكان في القرية مش هيعرف يسيطر على الأمور اللي فيها إلا بالعملات. وكان في سؤال ليه ما نبدلش المحاصيل مع بعض، وهيراقو جاوب إنه قيمة المنتجات بتختلف باختلاف المنتجات، يعني ممكن أي حد يبدل 3 وجبات فراولة بتفاحة واحدة بس، وواحد تاني شايف إن حبة الفراولة بتستولى حبة تفاح بس، وعشان كده من الأفضل إحنا بنتعامل بالعملات. وبين كده بدأ يتراكم بقى النظام المالي للقرية، وبدأ هيراقو يعمل عملات كتير بطريقة معينة عشان محدش يعرف يعملها غيره، وبدأ يوزعها على كل اللي في القرية، وكل واحد 3 عملات. وبعدها بفترة هيراقو عمل حفلة كبيرة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد ابنه الفريد، وكلهم بدأوا يشربوا العصير مرة تانية، وبيقدم الأجزام نوع جديد من العصير لهيراقو، وبيمسك المطرقة وبيفتح الصندوق وبيحتفلوا بعدها، وبيكتشف إن لولو مش بتشرب العصير ده، وغالبا هي في فترة الرضاعة، بس هي مخبية عن الباقي عشان يستمتعوا بالعصير. وبيقترحوا يشيلوا صندوق عصير لحد ما الفريد يكبر وطعمه بيبقى أحلى بكتير، وهيراقو بيوافق وبيقول إمتى هيجي اليوم وابني يكبر فيه. وبعدها نروح لمملكة الشياطين واللي عرفوا خبر ميلاد الفريد، وبيكونوا خلاص اقتنعوا إن قرية الشجر العظيمة مش بيكون في منها أي خطر على المملكة، وإنهم لازم يفضلوا محافظين على الود بينهم. وبتقدم معظم الفري والممالك اللي حواليهم جواب يباركوا فيه بمناسبة المولود، وبيجي أكتر من طلب بيراقو من لحن اللاجئين بسبب الحرب من الناس اللي كانوا عايشين في القرية التانية في الغابة، وبيكونوا عايزين ينضموا للقرية. وبيعرف هيراقو إن عددهم كبير قوي أكتر من 100 شخص، وبيقول لهم إحنا كده عايزين قرية جديدة عشان نستقبلهم. وبيحدد هيراقو ميعاد اجتماع جديد عشان يدرسوا فيها إزاي هيبنوا القرية الجديدة، واللي هيبقى اسمها قرية الشجر العظيمة رقم 2. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين إنهم يعملوا لايك للفيديو ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر جزء حماسي عجبكم في الفيديو. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.